وفي خبر عاجل، الجزائر تتجه نحو G10CO الصينية لتعزيز أسطولها الجوي. الجزائر أمام تحول جديد في أسطولها القتالي مع مقاتلات G10CO الصينية. موقع الدفاع العربي: يشهد أسطول القوات الجوية الجزائرية تطورا لافتا خلال الفترة الأخيرة، مع مؤشرات على توجه نحو تعزيز قدراته بمقاتلات حديثة من مصادر غير تقليدية. فبعد دخول مقاتلات روسية متقدمة مثل سو 57 وسو 35 وسو 34 إلى الخدمة، تتحدث تقارير صينية عن وجود محادثات مع الجزائر بشأن احتمال اقتناء أكثر من 30 مقاتلة G10CO، وفي حال إتمام الصفقة يمكن أن تمثل G10CO إضافة مهمة إلى القوة الجوية الجزائرية، خصوصا مع طرحها كخيار محتمل لإحلال محل مقاتلات ميك 29 الأقدم، إلى جانب العمل ضمن منظومة تضم مقاتلات ميك 29 أم الموجودة أصلا في الخدمة. وتتميز النسخة التصديرية G10CO بقدرات تسليحية وإلكترونية متقدمة، أبرزها صاروخ الجو بعيد المدى PL-15O، إضافة إلى الذخائر الموجهة مثل قنابل LS-500 وصاروخ كروز KD-88، ما يمنحها قدرة على تنفيذ مهام متنوعة تشمل القتال الجوي والضربات الدقيقة ضد الأهداف الأرضية. تتحدث تقارير عن بدء محادثات بين الجزائر وبكين بشأن اقتناء دفعة كبيرة من المقاتلات الصينية G10CO، قد يتراوح عددها بين 30 و40 طائرة، بهدف إحلالها كليا أو جزئيا محل أسطول ميك 29 القديمة الجزائرية. وتراهن الصين منذ سنوات على مقاتلة G10CO، وهي مقاتلة أحادية المحرك من الجيل 4.5 لتعزيز حضورها في سوق الطائرات المقاتلة الدولية. ورغم نجاحها في السوق الباكستانية، حيث اقتنت إسلام آباد نحو 20 مقاتلة من عائلة G10، فإن انتشارها خارج الصين لا يزال محدودا مقارنة بمنافسات مثل رافال الفرنسية ويورو فايتر تايفون الأوروبية، إلى جانب المقاتلات الروسية. ولهذا السبب قُبلت التقارير الأولى التي ظهرت مطلع عام 2026 حول اهتمام الجزائر بالمقاتلة الصينية بحذر، قبل أن تتزايد التكهنات بشأن التعاون العسكري بين البلدين بالتزامن مع التطورات العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وهذا ما سيمنح الجزائر مزيجا من قدرات القتال الجوي والإنذار المبكر والسيطرة والنقل الاستراتيجي وضربات بعيدة المدى.